بناكل كباب، نعم، وبناكل سمك، نعم، وبناكل عدس، نعم، وبناكل فسيخ. نعم. طيب لماذا كان في ريح كل كبابجي واحد بيبيع بقدونس؟ حضرتك اللي تقول لي. تبين ان البقدونس ده فيه اشياء هي اللي بتنفع ضد اللحم المشوي، كوليسترول. ولذلك تجد كل كبابجي يفرش بالايه دي. خدها منين؟ ازاي يعني خدها؟ من طب الاعشاب. من طب الاعشاب. على الاول اشمعنى عند كل واحد بيبيع سمك تلاقي واحد بيبيع فجل؟ مين اللي قعده؟ نعم، لان تبين ان الفجل ده اذا غلطت سفايح ودخلت هنا الفجل ده يروح مهاريه. الله. نعم. ليه؟ لما في حته مثلا بياكل فسيخ يقوم يعمل بصل. اهتدى ليه ازاي؟ ان اصل ربنا قايل كلمه في القران عشان تسير لك حركه الحياه دي: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلي الحمار اللي ماشي في الحقل يلاقي نعناع اخضر ويلاقي حشيش ناشف، يقعد يقرط في الحشيش ولا يجيش ناحيه النعناع بالغريزه. طب اللحم المشوي ده جه ازاي؟ ازاي الناس كانت لحم مشوي؟ ازاي يعني؟ واحده بدويه كانت عامله مجهزه اللحم وحطاه علشان هتحطه على الايد، وبعدين شغل ابنها وقع في بير، سابت اللحم وكل حاجه راح اللحم النار مسته، قام بقى له ريح. قالوا ايه ده؟ لا قالوا ريح. قال له الله، طب ما نشوي اللحم. تعالى الخميره اللي احنا بناخدها دلوقتي